الاسعار غليت والدنيا باظت والجنيه بقى تحت بالنسبه للدولار. السلام عليكم، انا عمرو ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده فيديو يعتبر تشالنج ان احنا نصرف $10 ونخرج وناكل ونتفسح. فهنشوف هل هنقدر نعمل كده ولا $10 دي مش هتكفي في مصر ولا ايه الكلام بعد ارتفاع الاسعار وكده. يعني الفيديو يعتبر كله النهارده هيبقى في الزمالك، فهنشوف بقى هنعمل ايه هنا. والفيديو دوت من غير مواصلات، يعني التشالنج بتاعنا بره المواصلات، لان لو مواصلات كده هنصرف كتير فعلا. فالتشالنج من غير مواصلات خالص. $10 النهارده بسعر البنك يعني بالظبط 310 جنيه. المعلومة وقت تصوير الفيديو ده الدولار عادي كان ب31 جنيه، ووقت مونتاج الفيديو ده اللي هو بعد التصوير بيوم السعر بقى 50 جنيه مفاجأة مرة واحدة. فاحنا هنكمل الفيديو بالسعر القديم بس. فاحنا معانا 310، هنحاول ان احنا نخرج وناكل ونتفسح بيهم ونشوف هيكفونا ولا لا. بس احنا اول حاجة دلوقتي هنروح نفطر عشان نبدأ يومنا ونشوف هنفطر ايه بقى. شكلها فول وطعمية صح؟ طيب اول حاجه الفطار. انا جبت فطار بالظبط ب30 جنيه، يعني يعتبر دولار الا جنيه. الفطار المصري المعتاد اللي هو فول وطعميه، ده سندوتش طعميه. السندوتش تقريبا 7 جنيه 6 جنيه حاجه كده. انا جبت بالظبط سندوتش طعميه وسندوتشين فول وواحد بطاطس، كلهم 30 جنيه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. لذيذ. وجبت معاهم عصير مانجا سعره 25 جنيه. كده احنا فطرنا تقريبا في حدود $2 الا. انا هكتب لكم طبعا الاسعار كلها. بتمشى حاليا على النيل، نيل مصر الجميل. الممشى السياحي ده لسه بيتعمل، بس هو اتعمل الناحيه التانيه. ملحوظه الفيديو ده متصور قبل رمضان، عشان عارف ان في ناس فزلوكه هيقولك انت فاطر ومش عارف ايه. لا، الفيديو ده متصور قبل رمضان. المهم انا حاليا بتمشى وعاوزين بقى نعمل حاجه كده نفك بيها، نخرج بتاع. كان في تجربه نفسي اجربها من زمان قوي، وهي الكاياك في النيل. عباره عن تجديف بمركب صغنونه كده في النيل. فيلا نشوف الموضوع ده بيقول ايه. احنا وصلنا دلوقتي المكان اللي هنعمل فيه كاياك. المكان في نادي الكهرباء، سعره 75 جنيه للشخص لمده ساعه واحده. مش شرط تكون متعلم. هم هيشرحوا لنا دلوقتي ازاي نتعامل وكده. كل اللوكيشنز اللي انا هعدي عليها النهارده هكتبها لكم تحت في الديسكربشن عشان لو عايزين تيجوا كده. عايز اتحرك لقدام بسحب الميه لورا، ادفى يمين وادفى شمال، ادفى يمين وادفى شمال. اهم حاجه وانا بقدم جسمي ثابت، دي بس اللي بتتحرك. A few moments later. لسه مخلصين دلوقتي، والصراحه كانت تجربه لذيذه قوي. بس هي يعتبر تمرين كتف، يعني كتفي خلاص ضاع. الصراحه كانت لذيذه وانصح ان الناس تيجي تجربها. المهم بعد ما خلصنا كاياك الواحد طاقته ضاعت. هتمشى شويه اشوف مكان اكل فيه، نشوف هناكل ايه علشان نعرف نكمل اليوم. بعد الكاك بصراحه الواحد كان مفرط،
انا طاقتي كلها راحت في التجديف، بس كانت تجربه لذيذه قوي يعني. جبت من جنب مطعم الفطار كريب ده، عشان لو انت ما تعرفش، لو انت مش من مصر، هو ساندوتش مثلث زي قرطاس. جبت كريب زنجر، يعني فراخ حراقه شويه. هو عباره عن فراخ خضروات بقى وكده، سعره 65 جنيه. والاسعار ما كانتش كده نهائيا في الاول يعني. عامه الكريب كان مثلا ممكن يبقى سعره 35 جنيه 40 جنيه يوم ما كان غالي قوي. فالاسعار اتغيرت يعني. انت ممكن تكون شايفها اسعار يعني قليله، بس هي ما كانتش كده من فتره يعني. بصراحه طعمه لذيذ. الكريب مش اختراع المطعم ده لوحده يعني، هو عادي في اي مكان، بس ده كان الاقرب ليا يعني. المهم هخلص اكل وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كلت وجدفت وبتاع، اعمل اكتيفيتي تاني. اجرت عجله لمده ساعه والف بيها شويه في الزمالك على النيل وبتاع. النادي القوات المسلحه. مفيش احلى من انك تلف بالعجله في الزمالك عشان الشجر والاجواء هنا جامده قوي، وخصوصا على النيل. هو تقريبا النيل هنا مش باين، بس بجد روقان قوي، وهتبقى حلوه قوي لو معاك صحابك وشله كبيره. انا اجرت العجله دي ساعه ب 40 جنيه، يعني دولار و 20 سنت تقريبا، حاجه كده. بصراحه كلمه حق تتقال، العجل بتاعهم كويس قوي يعني بالنسبه للسعر، فلا بجد كويس قوي. خلصت دلوقتي الساعة بتاعتي، كانت ساعة لذيذة، اكتيفيتي حلوة قوي تعملها في الزمالك، خصوصا في وقت ما قبل الغروب. هروح اودي العجلة دلوقتي ونشوف بعد كده ممكن اعمل ايه تاني ببقية ال10 دولار. اعتقد لسه معانا فلوس كتير. اخر حاجة ايه بقى بعد العجل والارهاق والتجديف واليوم الطويل ده؟ نقعد في مكان نستريح بقى شويه، نشرب لنا حاجه كده لذيذه. فاكيد لازم اقعد في مكان على النيل. المكان اللي هقعد فيه دلوقتي اسمه حديقه العبور، ده موجود على النيل. انا هحط لكم كل اللوكيشنز بتاعت الاماكن اللي جيتها النهارده في الديسكربشن. تذكره الدخول 20 جنيه، ففي المتناول قوي. وللأمانة المشاريب بتاعتهم مش أحسن حاجة، فطلبت شاي مش محتاج مجهود أو حرفة عشان يتعمل. سعر الشاي 25 جنيه مع سعر الدخول 20 جنيه، كده توتال 45 جنيه. وبس احنا كده يعتبر خلصنا اليوم. عملت كل حاجة، فطرت واتفسحت وقضيت اليوم وكلت. كل اللي احنا عملناه ده وصرفت 9 دولار بالظبط. باقي معايا 30 جنيه وما اعتقدش ان انا ممكن اعمل اي حاجة تاني. وبكده انا اقدر اقول ان احنا نجحنا في التشالنج بتاعنا وقضينا اليوم كله باقل من 10 دولار. في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل غير اللي انا عملتها دي برضو بال10 دولار. يا ريت توصلوني 2000 سبسكرايبر، خلاص ما فضلناش حاجة، قربنا نوصل. واستنوني الفيديو الجاي قريب جدا. سلام.